بدل ما تفكر تاخد هرمون او حرق دهون، الكبسوله دي هتغنيك عن الاثنين. الكبسوله دي جواها اوميجا 3. تعالى بقى يا سيدي اقول لك اهم 4 معلومات ما كنتش تعرفهم قبل كده عن الاوميجا 3. اول معلومه اللي هي بتساعد اللي حساسيه الانسولين تتحسن جدا، فبالتالي الجناب من ورا والبطن من تحت هتبدا يتحرق فيها الدهون، لان تخزين الدهون هيتحول من المناطق دي لجسمك كله. تاني حاجه بتحسن لك عمليه حرق الدهون اصلا، لان الاحماض اللي فيها احماض دهنيه كويسه جدا للجسم، فبتساعد ان الجسم يقوم بعملياته الحيويه الاساسيه الطبيعيه. لان لو انت مش عارف فانت مش طبيعي لجسمك يحول الدهون من كل وجبه انت بتاكلها. ثالث حاجه والاهم اللي هو بيحسن لك الخلايا العصبيه بتاعه المخ وبتاعه الجسم نفسه، فبالتالي الفكره بتاعه اللي انت بتقدر تتمرن باوزان احسن وتقدر تركز في التمرين دي هتكون موجوده بسبب الاوميجا 3، غير اللي هي بتنزل الكوليسترول الوحش من الدم بسبب الاحماض الدهنيه الكويسه اللي فيها. واخر حاجه والاهم، الاوميجا 3 كمان في دراسات كتير بتقول لك اللي هي بتحميك من الزهايمر وبتحميك كمان من امراض مخ كتير جدا. فبالتالي بدل ما تاخد منشطات او بدل ما تفكر ان انت عايز تاخد حرق دهون وتتعب بيه نفسك وتاذي بيه صحتك، خد يا سيدي اوميجا 3، حاجه كويسه جدا وكمان تقدر تاخدها من الاكل زي السمك وزي كمان انواع من المكسرات. لو عايز فيديو مخصوص عليها ممكن اقول لك عادي جدا، بس الفكره ان انت ممكن تاخد حبايه او 2 من دي في الاسبوع او في خلال اسبوع واحد بس، فعلا هتلاقي كل حاجه بدات تتغير في جسمك، من ضمنها منطقه تخزين الدهون. انا كوتش احمد عجلان بعمل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين علشان الثقافه الرياضيه تزيد بسببنا احنا الاثنين. فتاكد انك تكون عامل شير لصاحبك ومتابعه، وتسيب لي كومنت تقول لي عايز الفيديو الجاي عن ايه. سلام.